كده؟ الحمد لله يا ابني، الحمد لله. قدر ولطف. الحمد لله انها جت على كده. عملت ايه في المستوصف يا الحمد لله. طمنونا ان الحرق سطحي. طب الحمد لله. الحمد لله يا ابني، اطمن. قايل لك كام مره؟ انا قايل لك كام مره؟ قلت لي ايه بس يا ادهم؟ واقف بتكلم معاها وهي ولا هي هنا. اهو ده اللي حصل يا ابني، قدر ولطف. ياما انا قايل لك قبل كده، قايل لك قبل كده ان الحاله دي ممكن تقع عليكي. اهو ده نصيب بقى ومفيش مفر منه. البيض ياما. انت البيت جايبهولي كده ليه؟ اعمل بيه ايه كده بقى؟ هو مش انت اللي قلتي لي كده ياما؟ يا بنتي طقشيه وهاتيهولي ومحدش يلمسني خالص. انا هدهن رجلي بايدي. عاوزك ايه؟ عاوزني ايه يا عم؟ استنى لما نشوف البيض اللي مش لاقيين ناكله ده. هتعملي ايه بالبيض ده ياما؟ يا ابني الناس شاروا عليا ادهن الحرق بالبيض. تدهني الحرق بالبيض؟ طب والدواء اللي هنجيبه لك ده نعمل بيه ايه؟ نسلقه ولا نقليه؟ يا ابني الدواء ممكن يطلع غالي، البيض ارخص. طب هو فين الدواء ده يا ادهم؟ ادم، انا كنت عاوز منك 5 جنيه عشان اصدم مامتك. استنى يا تلم. طب انا رايح فين بس يا ادهم؟ انا ليا فلوس بره رايح اجيبها. يحب ربنا سابقا جامده قوي. خسرت يا عم. اللي ضحك عليك ولا اللي سرقك؟ لا ولا شفت اللي سرقني، بس اللي ضحك عليا الواد بتاع الثلاث ورقات. صدق الواد ايدي في ايده وعيني في عينه وحطيت كل اللي معايا على الورقه. وخسرت يا عم ادم. بس انا بقى المره دي ناويله وهكسب. يا سلام، وكل الكيو، مره اوعى نيجي هنا تمسك نقول كيو. نعمل مصيبه. بقول لك يا ادم مش عايزين مشاكل تاني. بص لي عليه، بس بص لي عليه. انا ببص اهو 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 اهو. مين يشاور على الاموره؟ العب يا عم. مين يشاور لي على الاموره؟ مين يراهن على السنيوره؟ تحط 10 تكسب 20، تخسر يا خفيف. تحط 20 تكسب 50، تحط 50 تكسب 100. ارمي بياضك يا عينيا. العب يا عم، خش له محروس. خش له محروس. انا مال، انا مش خش عارف. له بس. طب معاك فك 9 جنيه؟ خش بس. العب يا عم. اخش وانا كل مره انا مال انا مع. العب. السنيوره اهي، تحط 10 تكسب 20، تحط 20 تكسب 50، تحط 50 تكسب 100. يلا بقى يا عينيا. فين السنيوره؟ لا العبها تاني. وريني السنيوره بتاعتك دي. فين السنيوره؟ خلص يا اخي. فين السنيوره؟ اهي. تخسر يا عينيا. ماشي، حلال عليك حلال عليك. العب العب، استنى بس. العب. قول لي فين الاموره؟ فين السنيوره؟ اقول لك انا بقى، دي مش سنيوره ولا دي سنيوره ولا دي سنيوره. يا نهار اسود. اقول لك فين بقى؟ اهي. تمشي دي. يا واطي يا واطي. ياض كده يا عمر ياض عملنا كده يا. خلاص يا ادهم خلاص. انت عايز منه وهي مش عايز منه. ها خد يا عم فلوسك قد ايه. اوعى تفتح بقك احسن. بص اخلي مناخيرك مكان وده هنا. ولا الفلوس دي ناقصه 20 جنيه. فين بقيه الفلوس؟ فين يا ال 20 جنيه؟ مفيش 20 جنيه. مفيش 20 جنيه؟ طب خد بقى دي، خد بقى دي بيهم. ده حوال يا ادهم. بس يا محروس انت هتعمل لي فيها حقوق الانسان. يلا يا عم زدينا. ولا دول كام؟ 5. طب الحمد لله مركز. طيب يا عم ما هو عايش اهو حي انه يرزق. ده بس فاصل شحن مننا. خليك بس جنب الحاجه، مش دكتور ولا حاجه. يا عم انت هتعمل له عمليه ازاي؟ ده مفيش حد هنا. يا دكاتره يا دكاتره. يا عم مفيش حد في المستوصف. يلا بينا يا ادهم. انت اسمك ايه؟ سيد جزر. اهو يا عم طلع جزر. يلا بينا بقى. يلا بينا فين بس؟ استنى لما نطمن عليه. يا عم اطمن، انا بقيت كويس والحمد لله. خليني امشي من هنا قبل ما يبقى فيها سين وجيم. يا عم ده بيقول لك سين وجيم. ده امارتي ومسجل. هنقعد نعمل ايه معاه هنا يا ادهم؟ فكك مني بقى يا محروس. انا مش همشي من هنا غير لما اطمن عليه الواد بصوره. انت غريب قوي يا ادهم. يعني سرقك ونصب عليك وخدت منه فلوس وضربته في دماغه وعايز تقعد معانا. لازم تلبسنا تصيبه يعني. يا جدع اللي بيني وبينه حق مش طار الله. شكرا يا ابو الجدعان، ربنا يخليك. سيبني امشي من هنا، انا اصلا سواق
سوابق، هياخدوني هيعملوا لي محضر وهيبقى فيها سين وجيم، وانا لو دخلت مش طالع تاني. هتمشي فين بس بدمك اللي سايح ده؟ امشي اروح اشوف النصبه اللي انت فرتكتها دي. يا عم ده سوابق وبيفكر في النصبه، هنقعد نعمل ايه معاه؟ خير، اي خدمه؟ والنبي كنت عايز. لا خلاص بقى معلش انا قلقتك. انت فين يا عم؟ انا موجود. معلش كمل نومك، انت كمل نومك. يلا يا عم، يلا يا عم. ايه الخنته اللي انت عاملها دي؟ بتعمل ايه يا يوسف؟ وبعدين ما فيش اكل الا لما ادهم يجي. يعني تقوليش يعني هناك كباب وكفته؟ بذمتك يا اموله، ما زهقتيش من البطاطس بدمعتها؟ ما كرهتيش البطاطس بدمعتها؟ ما اتغيرتش من ساعه ما وقعنا على الدنيا؟ بقول لك ايه يا يوسف؟ زهقتي ولا لا؟ زهقت ولا لا؟ زهقت خلاص، اسكت بقى. ونفسكيش كده في حتتين لحمه غرقانين في دمعه البطاطس؟ حتتين ايه؟ قولي 4 حتت لحمه. حته لامي وحته لادهم وحته ليك وحته ليا. صدقي شميت ريحتها؟ هي ايه دي؟ اللحم. بس يا واد اوعتني. رايحه فين يا ايه اللي منزلك كده؟ يا ابني جاي اخدك تاكل، هو انت ما جوعتش؟ لا ما جوعتش، ولما هجوع هاكل نفسي. ايه لازمه وقفتك في الدكان كده؟ هو ذنب عليك؟ اعمل ايه بس ياما؟ لازم استناهم. لو ما جوش النهارده يا ابني هيجوا بكره، وبعدين من النهارده لبكره كام ساعه؟ ماشي خش انت بس وانا جاي وراكي. هم ليهم كام؟ يوم بتاع 250 جنيه. يا مسبتي 250 جنيه؟ ليه كل دي بس تمن بضاعه؟ ليه بقى لنا 10 سنين ما دفعناش؟ وانت ناسي البضاعه اللي بوظتها ميه الشتاء السنه اللي فاتت؟ والبضاعه بتاعت ميه الشتاء ب 250 جنيه؟ لا بس يعني البضاعه على الديون اللي اتراكمت عملت المبلغ ده. هتعمل ايه يا ابني؟ ما انا معايا 70 جنيه، كان في واحد واخدهم مني. ولما معاك 70 جنيه بنتداين ليه؟ لا ما هو كان واخدهم 5 في 10 في 5 كده يعني. افتح انت بس. انا بس طبها لك كويس. اهو وصل اهو. ايه يا عم حمدي؟ ده بالجنيه؟ يا ادهم، جهزت الفلوس ولا لسه؟ فلوس ايه بس يا عم حمدي؟ واحنا اللي بينا فلوس؟ الظاهر كده. ليه بس يا راجل؟ ده احنا واكلين عيش وملح. انا وانت، مش انا وانت والشركه اللي مشغلاني. طب اسمع، انا معايا 70 جنيه اهم وهقسط لك الباقي. انا هاخدهم منك، بس ما اوعدكش انزل لك بضاعه. ليه بس؟ لانك مش على خط سيري. طب وان شاء الله امتى هبقى على خط سيرك؟ لما تدفع اللي عليك. سلام يا ادهم. سلام يا عم. خد منك الفلوس وجري؟ ما على يدك اهو. يعني خد الفلوس وما ادكش بضاعه. حقه ياما. طب يلا قفل الدكان ويلا عشان نتعشى. هتقوم. محروس. ازيك يا خالة ام ادهم؟ اهلا، ازيك يا محروس؟ طب هستناك بقى، مش هحط لقمه في بق غير ما تيجي. ماشي ياما. السلام على مهلك. سلام يا ست الحبايب. ايه يا عم، زرعتها فراوله طرحت لك هموم ولا ايه؟ اكتر يا عم. بقول لك يا محروس، ايه؟ معكش 180 جنيه؟ ده انا لو معايا 100 جنيه ما كنتش جيت لك اصلا، كنت رقدت عليها في البيت لحد ما تفقس 100 كمان وادي لك ال100 اللي تفقس ونرقد على الفلوس بقى. تصدق لا يا ادهم، لو الفلوس بتفقس كان زماننا عملنا مزرعه اموال. غير يا عم محروس، انت هتتنور عليا انت كمان؟ ايه يا ادهم، وفي حد بتنور عليك غيري ولا ايه؟ يا عم الدنيا. الدنيا بقى يا ادهم، هنعمل ايه طيب؟ انسى يا عم. الله يا بختك يا محروس. ليه؟ بتعرف تنسى. انسى ايه يا عم ادهم؟ هو انا في حاجه افتكرها اصلا عشان انساها؟ طب اسمع، انا هقفل ونروح نتعشى. مش جعان؟ لا مش جعان، ماليش نفس. يا عم لقمه صغيره. صدقني مش جعان خالص. اهو حاضر. واحد نص مسدوده وشويه نص كده الطاحون. اعمل حسابنا ياما. حاضر حاضر. تمشي الحاجه كلها. وجت على طرش الحاجه. ده بقى شويه عليا بقى يا اخي. كل ياما كل ياما كل ياما. طول طيبه جوه كان مش بغاسس. ده انت عبيط، في حد يبقى عنده ام بتعمل اكل كده؟ ادينا فرصه ناكل، ادينا فرصه ناكل. عمري احط منك حاجه خد ده كبير مليان. كل ياما كل ياما، انت جاي تتفرج عليه. وفتحت النفس احلى بيني وبينك، ممكن مش تدي نفسي اهو الكرسي اهو ضدك، واقف ضدك دي. هنا والشفا. خليك يا حاجه. ده اخوك اللي احنا مستنيين. ايه لسه ما جاش؟ ده انا لسه سامع صوته من شويه. ما سمعتيش صوت محروس؟ محروس؟ لا. تسمعيه ازاي؟ هو نازل حش في شويه البطاطس اللي كنا هيتعشى بيهم. مبسوطه؟ ايه يا اموله؟ امال فين الواد يوسف؟ حابس نفسه جوه في الاوضه وبيعيط. ليه في ايه؟ خش شوفه يا ابني.
تصدق عيب قوي يا يوسف. والله انا اتكسفت لك. بقى يا راجل اخش من بره اسال عليك يقولوا لي حابس نفسه في اوضته بيعيط. يا راجل توظف الجايزه اللي تبكي بالشكل ده. مش الجايزه دي حاجه تانيه خالص. ايه بقى الحاجه تانية خالص اللي مخلياك كده؟ عمي عمك مين يا يوسف؟ ناجي ماله عمك؟ هو المتبرع بالجايزه وطلعت عشان خاطر استلمها منه. قال لي انت ابن حسن؟ قلت له اه. بعد ما الحفله خلصت رحت عشان خاطر اسلم عليه، ما استعلاش حتى يمد ايده ويسلم عليا، ورجالته شالوني من طريقه ومشي وأكنه ولا يعرفني. ويعمل لي كده ليه؟ مستعر منها ليه؟ فين الجايزه دي؟ ايه يا 3000 جنيه. على فين العزم يا ادهم؟ ادهم اخوك رايح فين يا يوسف؟ رايح دمنهور. يعمل ايه في دمنهور؟ رايح لعم ناجي. يا بسنتين. ايه ده؟ انت مين؟ وعاوز ايه؟ وايه اللي انت عملته ده؟ انت دخلت هنا ازاي؟ ما تخافش، انا مش هجام ولا حرامي. لما يوسف اخويا طلع الاول على المحافظه ما كانش مستني حسنه من حد، ولما عمه يستعر ان هو يمد ايده ويسلم عليه تبقى اهانه، والاهانه لو ما تردتش تموت، وانا ما عنديش استعداد ان اخويا يموت بسببك. اتفضل، فلوسك عندك اهي تحت رجليك، وطي لمها. استنى عندك. ما اعتقدش انك هتعرف تستخدمه. انت مين؟ ادهم. ادهم مين؟ ادهم حسن يونس طاحون. انتوا فين يا حمار منك له؟ نايمين على ودكوا يا سفله يا اولاد الكلب. في واحد غريب هنا في القصر، اقلبوا عليه الدنيا، امسكوه. يا سلام، جبت التايهه روح امك. ما انا عارف انه حرامي. طب افرضوا انه كان عمل فيا حاجه. الحمد لله يا باشا انها جت على قد كده. ليه؟ كنت عايزها تبقى اكتر من كده ولا ايه؟ اللي نفسي اعرفه ازاي حرامي ينط من فوق السور ويدخل القصر ويبرطع فيه ويخرج وانتوا ولا انتوا هنا ولا دريانين باي حاجه، ولما بلغتكم برضه ما عرفتوش تمسكوه. هو سعادتك نط بس وهو ماشي، انما هو دخل عادي من الباب يعني. طب بتقول ايه يا جزمه؟ ليه؟ داخل وكاله من غير بواب؟ داخل بيت خالتك يا روح خالتك؟ لا داخل بيت عمه. انت هتهزر يا كلب؟ انا اسف يا باشا، بس سعادتك هو قال انه داخل بيت عمه. ايه اللي حصل يا ناجي؟ حرام يا سي بهجت، نط من فوق السور ودخل القصر وخرج والبهوات ما عرفوش يمسكوه. طب والله العظيم يا باشا قال له انه ابن اخوه، ده حتى وراني بطاقته. يلا انت هو اخفوا من وشي، غوروا في 60 داهيه، يلا. والله العظيم يا باشا هو اللي قال ان اسمه ادهم حسن يونس طاحون. انت اسمك ايه يالا؟ انت صاحبه انت الاخر. انا خدامك سيد السحل يا باشا. ايه؟ السيد السحلي. شوف يا سحلي، انا لو شميت ريحه الموضوع اللي حصل في القصر ده بره انا هنسفك نسف. والله العظيم يا باشا هو اللي قال انه قريبكم. ايه؟ تحت امرك يا باشا. كنا بنقول ايه من شويه؟ نسيت يا باشا. تعجبني يا سحلي. تصدق صح. ان شاء الله خير يوم. محروس اتفضل. امال ادهم فين؟ هو انت ما رحتش مع دمنهور؟ هو راح دمنهور يعمل ايه؟ راح لعم ناجي. طب دي حاجه ما تقلقش يا جماعه. انا قلبي واكلني عليه قوي يا محروس.
انا خايفه يعملوا في حاجه. هم مين دول؟ اللي هم بقى. اللي هم مين؟ ده رايح عند عمامه يعني، مش عند حد غريب. يا ابني الاغراب واقرب لينا من القرايب. طب انا نازل له ضمنهور دلوقتي. استنى يا ابو حسن انا جاي معاك. استنى انت كمان، مش كفايه قلبي محروق على واحد تبقوا اتنين؟ تصبح على خير. وانت من اهلك. ادهم، تعال اركب يا ادهم. هو حضرتك تعرفيني؟ ايوه اعرفك. اموري. اتفضل. ما تخافش، كل حاجه زي ما هي، بس انا اسفه سمحت لنفسي افتحها واشوف بطاقتك. ودي جبتيها منين؟ من جنينه القصر. وانت علاقتك بالقصر؟ انا داليا ناجي طاحون، بنت عمك يا ادهم. استنى يا ادهم، ادهم يا ادهم. نعم. اولا ما ينفعش نتكلم، انا في العربيه وانت واقف في الشارع. النصيب بقى انك تبقي في العربيه وانا في الشارع. ما هو انت لو مشيت على رجليك مش هتوصل النهارده. والله بقى اوصل النهارده اوصل بكره، دي حاجه ترجع لي، المهم هوصل. انت مش رايح عزبه الشراقوه؟ وانت كمان عارفه عزبه الشراقوه، وعارفه كمان طريق اسهل يوصلنا بسرعه. وانا مش هركب. وانا مش همشي. والعربيه دي اللي عايزه تعدي. طب اركب. قلبي واكلني على اخوكي قوي يا امل. ادهم مش صغير ياما عشان قلبك ياكلك عليه لما يتاخر. لا، في عيني هيفضل صغير. انت رايحه فين بالمصفى؟ وهعمل بيها ايه؟ ما انا خلاص صفيت العدس. صفيه تاني. انا صفيته 3 مرات. لا، صفيه رابع وخامس. اصفيه رابع وخامس. وايه اللي خلاكي تيجي ورايا؟ لما شفتك بتنط سور القصر ما تخيلتش ان في حد ممكن يجرؤ وينط سور قصر طاحون، فاستنيت لما افهم. وفهمتي؟ لما شفت بتاعتك عرفت ان انت ادهم ابن عمي، بس ما اعرفش انت ليه عملت كده. بسألي ابوكي. على الله يحرموا ما يجوش تاني. تفتكري هيحرموا ياما؟ الا لو ما سددتش الاخرام كويس. لا ما سدتهاش، ايه سدتها؟ في ناس ان دي تالت ولا رابع مره سدهم لما نشوف. عشان يا شاطر ما كنتش بتحط دبش في العجين. اديني حطيت المره دي لما نشوف اخرتها. اخرتها خير ان شاء الله. مش باين. مالك يا أخي؟ مفيش يا مفيش ده ايه؟ ده انت ابن بطن عجناك وخبزاك. وانا بصراحه كل لما اجي اشغل نفسي بحاجه الاقي ابويا وعمامي وجدي طالعين لي، وانا عندي اسئله كتيره عايز اسالها لهم وما بلحقش، وكل لما اسالهم ما يردوش، بقوا عاملين زي الوهم، خلوني ماشي اكلم نفسي انا هتجنن ياما. سلامتك من الجنان يا ضنايا، وبالراحه على المدق لا ينفلق في ايدك. طب خلاص قولي لي وريحيني، لحد امتى هنفضل عايشين تحت الارض؟ الحمد لله احنا احسن من غيرنا كتير. كتير؟ فين الكتير ده؟ انا نفسي تشاوري لي على حد اقعد معاه واحس ان هو اقل مني. اختبار من ربنا يا ابني. ونعم بالله، بس احنا بنقول كده عشان مش قادرين نطالب بحقوقنا ونرفع صوتنا. حقوقك ايه وجدك عايش؟ انه يعاملنا زي ما بيعامل عمامي وولادهم، وبعد عمر طويل يكون لنا حق في الميراث. لا حقكم ده انسوا خالص. ليه ان شاء الله؟ بيقولوا ان ابوك اتنازل عنه. ايه اللي اتنازل؟ مضى ورقه بكده. بيقولوا ان ابوك هو اللي اختار، وانه مضى ورقه اتنازل عن حقه في مستحقات جدك وهو عايش، وحتى بعد ما يموت في ميراثه. بس ابوك بقى ما قاليش الكلام ده. طبعا هو يعقل ان حد يعمل كده؟ في حد يرضى لاولاده الفقر والضنك؟ ليكوا رب اسمه. ونعم بالله، بس حرام برضو يعني ان واحد زي البغل زيي ما يبقاش معاه 180 جنيه. نصيبك يا ابني. نصيب ايه بس ياما؟ خلاص يا ابني، شوف ناس تانية تعيش معاهم بدل مش عاجبك عشان.
يا ابني مالك كده سرحان وشايل الهم زي ما يكون الهم جديد عليك يعني؟ على رايك الهم مش جديد، الدين هو اللي جديد. يعني هتفرق يا ادم الدين من الهم ما كلها محصله لبعضيها؟ يعني انت بسرحانك ده لقيت في دماغك حل؟ هنزل اشتغل معاك. عارف يا ادم، انا كل ما افكر فيك انت وظروفك اقول الحمد لله والشكر لله، انت احسن من غيرك بكتير، على الاقل عندك ملك. الحمد لله. طيب بقى اول مره كده اشوف واحد يبقى صاحب ملك وينزل يشتغل اجر. انت بتسمي حته الشق دي ملك؟ دي حته بنكله، لو قعدت تعصرها مش هتنزل حاجه. انا هنزل معاك الشغل من بكره. هنشتغل حدادين والحديد اتقل من الهم. راح اشتغل. اشتغل ايه يا عم؟ مش الشغل ده ليه صاحب يا وكاله من غير بواب، لازم نقول له عشان يحسب لك يوميا. فين صاحب الشغل؟ هو قاعد معلم. صباح الفل يا معلم. انت شغال على مزاجك ولا ايه؟ يوم و10 لا. يا معلم واحنا شغالين في خدمه العملاء، ده احنا عمال ترحيله صناعيه باليوم. كان عندي ظروف. ما انت طول ما انت لابس لي الكعب العالي ده ما انتش نافع ابدا وبقابلني. يا عم نقصره ما جراش حاجه، بس عايزين شغل الراجل ده. وده مين بسلامته؟ ادهم يا معلم. يا اهلا وسهلا يا معلم. انا ام اكرم، يا اهلا وسهلا. استاذ ادهم يعني عايز ينزل معانا الشغل. انت نزلت شغل حداده قبل كده؟ لا والله يا معلم اول مره. ما باين على ايدك. الله يسترك. بس لازم تعرف قبل ما تمد ايدك لاي شغلانه ان المستجد اللي جاي ده عشان يتعلم الصنعه ماليش يوميه عندي. يعني ايه؟ يعني انا هشتغل ببلاش؟ الله، وانت لسه اشتغلت حاجه؟ يا معلم صباح الفل يا معلم، هيشتغل معايا انا تحت ايدي يعني. انت كمان هتوزع شغل بمعرفتك ولا ايه؟ يا عم اوامرك يا سيدي المعلمين، بس ندبر شغلنا للراجل ده معانا النهارده. لا ده هيشتغل النهارده وتحت ايد علي. شغل على يا معلم، ده رخم قوي ما بيمشيش اي قصه. وعلي ده في خدمه العملاء؟ يا ده محبوس يا عم قبل كده طبعا. ورخم. ماشي يا معلم. هو المعلم نقره من نيرك ليه؟ عارف. ودي أول مرة تنزل فيها شغل؟ اول مره. طب ليه قلت له إنها أول مرة؟ اعمل ايه يعني؟ اكذب؟ هو إيه اللي تكذب ليه يا بني آدم؟ تكذب عشان تاخد حقك، يوميتك. اكذب عشان اخد حقي ويوميتي؟ طبعا. لا يا عم الله الغني. بيني وبينك يا معلم أنا شايف إن الواد ده شاطر قوي ومدقدق في الشغلانة. خلاص يا اخويا اديله يوميتك، ويا انت يا هو. ويا أنت هو يا معلم. السلام عليكم. ليه بس؟ ما انا هديك يوميته. لا يا عم هنقطع رزقه، الله الغني. السلام عليكم. فكرتني بابوك يا أدهم. كان دايما قالب العجله وقاعد جنبها زيك بالظبط، تقولش عيل من عياله. كنت اضحك واقول له مالها العجله يا حسن؟ يقول لي اصلها عايزه ظبط فرامل واصلها بترف. اقول له طب ما توديها العجلات يصلحها. يقول لي ابدا، هفضل وراها لغايه ما اصلحها. بيني وبينك ياما اصلها عجله جامده قوي وباين عليها ماركه كمان. انت عارفه دي بس لو جبت لها فانوس جديد وفردتين كاوتش هتبقى عربيه مش عجله. ادهم خد الفلوس دي. ايه دول ياما؟ دول 350 جنيه، صرف نفسك بيهم وسدد ديونك. وجبتيهم منين؟ اصل انا كنت عامله جمعيه مع ام فايزه وام امينه وخالتك ام سيد وقبضتها الاول. ام امينه وام سيد؟ وانت من امتى بتعملي جمعيات؟ اهو ده اللي حصل بقى. يوه لا ياما مش هاخد الفلوس دي غير لما اعرف جبتيهم منين، وبعدين انت طول عمرك ما بتعمليش جمعيات. بتكذبني يا ادهم؟ يا امل. امل. اموله. عاوز ايه يا يوسف؟ ادم هو اللي عاوزك. ادهم ايه يا ابني؟ مش انت اللي بتنده؟ ما انا قلت يعني يمكن تكون عاوز منها حاجه. لا مش عايز، وبعدين لما عاوز انا اللي هنده مش انت. ما هي مش هتسمعك. ليه ان شاء الله؟ سماعها تقل. لا وانت الصادق سماعها خف. يا
ابني احنا لا بتوع غوايش ولا حلقان، احنا بنقول يا حيطه دارينا. ولما احنا بنقول يا حيطه دارينا نقوم نفضح نفسنا وناخد حلق البت ونبيعه؟ احنا مش بتوع زواق. زواق ايه ياما على حته الحلق اللي ما عندهاش غيره؟ يا ابني اذا كنت محموق ان ده حلق امل فده حلقي انا من الاساس، انا حره فيه بقى، ابيعه احرقه واعمل فيه اللي انا عايزاه. ما هو ياما عشان فيه ريحتك وريحه امل ما ينفعش نبيعه. يا ابني احنا مش لاقيين اللقطه. تقومي تاخدي منها الحلق وتبيعيه، وابنك ده ايه؟ مش راجل؟ ما بحسش؟ انت راجل وسيد الرجاله. خلاص يبقى قبل ما تبيعي الحلق تشوريني. هي اللي جات لي لغايه عندي وقالت لي بيعيه ياما. وتسمعي كلامها ليه؟ هو ده اللي حصل بقى. عموما يا ابني ان شاء الله لما ربنا يفرجها عليك ويوفقك ابقى اجيب لها احسن منه، واجيب لها فوق اللي عندها كمان. الله، حلق امل يرجع النهارده مش بكره. ادهم حسن طه من عزبة الشرق. وايه اللي رماك على المور؟ يا تصدق يا عم ابو سايا، انا اول مره احس بقيمه المثل ده. ايه اللي رماك على المور؟ والله اللي امر منه. وايه اللي امر منك؟ هربان بعيد عنك. هربان؟ قتل قتيل ولا سارق سرقه؟ لا لا لا، انا لا قتلت ولا سرقت. امال هربان من ايه؟ ليه حق عند ناس؟ ليك حق عند ناس ويا ريت منهم. طب يا ريت يكون لي حق عند ناس، كنت اجري وراه ان شاء الله موت. انت ازاي تجري وتسيب حقك؟ وانا حقي تحت ايد ناس طيبه، حاولت معاهم كتير وما قدرتش. حسيت ان انا ضعيف ومش قدهم، وعشان ابقى قدهم لازم يبقى معايا نفس السلاح اللي بيحاربوني. يعني انت هتلاقي السلاح ده بره بلدك؟ يمكن يا عم ابو سلمى، يمكن. يا بسطتي سافر بلاد برا. عرفت منين يا يوسف؟ عروس قلبي. سافر مع مين؟ واحده يا ماما. يا لهوي يا لهوي انا ياما. ايه مالك يا عواطف؟ ابنك ادهم ماله جراله ايه؟ ساب البلد وهاج. هج على فين؟ سافر بلاد بره. بلاد بره؟ وهيسافر بلاد بره ازاي؟ وهيجيب فلوس منين؟ عروس اداله 30,000 جنيه يا بابا. 30,000 مصيبه اتحطوا فوق دماغه. ليه كده يا ادهم؟ قلت له ليه يسافر يا حسن؟ لما قلت له ما كانش قصدي، ما كنتش اعرف انه مجنون بالشكل ده. ابني مش مجنون، لكن العرق هو اللي دساس. عرق ايه؟ اللي عمل ابوك فيك عملته انت مع ابنك، زي ما سبت لابوك البلد وهجيت ابنك عمل زيك وسابني وهج. ايه ده؟ احنا هنفضل لحد امتى في المرمطه دي؟ انا بتهيألي ان محطه رشيد دي هتبقى اخر محطه بقى ولا ايه؟ امال في حاجه تانيه؟ لا، ما هو مش قدامنا غير تراب وبحر، هنروح فين تاني؟ هو انت في حد مستنيك هناك؟ لا معلش يا طه، بس هستأذنك، كنت عايز اعمل مكالمه. هتقل عليك معلش. لا يا حبيبي مش حاجه. اتفضل معايا. ايه ده؟ الموبايل بقى في الامانات يا معلم. من دلوقتي مفيش تليفونات، احنا خلاص كلها كام ساعه ونركب البحر. طب هات الموبايل وانا هرجعه لصاحبه. مش عاوزين كلام كتير وخلينا نشوف شغلنا. جري يا جدع، انت ما تجيب الموبايل. يا عم معروف عديها. لا كله الا الموبايل. اظن سمعته قال لك ايه؟ لا ما سمعتش. ما تجيب الموبايل. صراحه انت هو عاوزين تكملوا ولا نامت عليكم وكل واحد يروح يا اهله ويكون في علمكم لو انقبض عليكم محدش له عندنا حاجه. يعني ايه؟ يعني التليفونات ممكن تكون متراقبه وعن طريقها توصل لنا خفر السواحل ويكشفوا عمرنا ونروح كلنا ورا الشمس. عاوزين تسافروا ولا؟ يا عم عايزين نسافر بس ابوس ايديك ادينا الموبايل والله العظيم هنقفله. هتستلموا على الشاطئ التاني. يلا اتفضلوا. نتفضل على فين؟ هتدخلوا البيت اللي قدامكم ده واحد واحد ومن غير اي دوشه. وهنقعد في الزفت ده لحد امتى؟ لحد البحر ما يهدى وتجيلنا الاشاره. اتفضلوا. اهدى يا بحر. لا مؤاخذه يا طه. ماشي يا ده ماشي. حاسب.
نهار ازرق، مين دول؟ احنا الظاهر اتنصب علينا يا عمنا. طب نقول مبروك ولا كل سنة وانتوا طيبين ولا نقول ايه؟ هو مش هنا برضه؟ هو مش هنا برضه ولا انا جيت غلط؟ هو محدش عايز يرد ليه؟ مش حضرتك العريس؟ وهي العروسة؟ سبحان الله مش باين عليكم خالص يعني. وهو انت سعادتك يعني جيت زينا زيك كده؟ ورايح زي ما احنا رايحين؟ انتوا رايحين فين؟ احنا رايحين اوكرانيا ان شاء الله. طب ودول يبقوا المعازيم بقى مش المعازيم؟ ده اللي انا عايز اساله من ساعه ما جيت. انا مش اول مره اسافر. ليه هو انت سافرت قبل كده؟ انا سافرت 4 مرات ودي الخامسه. طب لو مؤاخذة يعني ايه اللي رجعك؟ ما كناش بنوصل. يعني ايه؟ يعني كل مره يقولوا لنا ان احنا نطلع 20، نيجي ساعه الجد نلتقي 50، نلتقي 60، نلتقي 100. يا نهار اسود. استنى بس يا عم لما نفهم، وما كنتوش بتوصلوا ليه؟ كنا بنغرق. لا لا يا ادهم، انا كده اتنصب عليا يا ادهم، الكلام ده ما استنى ينفعش يا يا ادهم. عم طه، احنا لسه ما كملناش 10 بس استنى. ما احنا ممكن نزيد عن 10 يا ادهم. هو الكلام ده ممكن يحصل؟ طبعا ممكن يحصل ويحصل كمان. ممكن يسفرونا على مركبين. صلاح مش قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. نفسي. طب ما تشدش نفسك كده. افرد رجلك. صلاح ماله صلاح؟ ما تقلقيش، هو بيشتكي من حاجه عروسه. عروسة ايه بقى؟ ما هي باينه من اولها اهي، بيتخنق من الاماكن المقفوله. يا ساتر يا رب. طب وسع انت، هو خلوه يعرف يتنفس. نفسي. صلاح ترى انت هو يا اخويا، ملمومين كده ليه؟ الراجل اتخانق من الكتمه. ايه مات يعني؟ بعد الشر ان شاء الله عدوينه. ايه ماله؟ ما ترد عليا يا عم الدكتور انت. بقول لك ايه؟ انت تاني؟ لا انا بتخانق بسرعه من اللي زيك، هتكمل معانا يبقى تلم لسانك، لا صوت عالي ولا طرزانه. ماشي يا عم المخنوق، المهم نشوف حاجه للراجل ده. حاجه زي ايه يا عم الدكتوره؟ هوا لازم يبقى في مكان مفتوح عند الديناصور. دلوقتي يبقى هو والريح والسما والميه، وياخد هوا زي ما هو عاوز. ودلوقتي ده امتى؟ جايبينك محامي معاهم ولا ايه؟ ماشي يا عم، اتخنق كمان، خلينا بقى نحل مشكله الراجل ده الاول. ما كانش يجي من اصله ويعمل لي فيها طرزان. اسمع يا اخويا انت وهو، هتعدوا لحد 100 وتخرجوا ورايا شويه شويه. 67 68 69 70. انت بتعمل ايه يا عم صلاح؟ بعد لحد 100. يا عم ما تفكك من موضوع السفر ده وخليك هنا وعد براحتك. لا لازم اسافر. وايه اللي لازمها؟ عايز اروح لاخويا. وليه لازم تروح لاخوك؟ اقول لك على سر. قول لي قبل ما تخلص. بس ما تقولش لحد. قرب. مراتي حالفه عليا ما ادخلش عليها غير في اوكرانيا. عسل. والله شكلك مش هتخش عليها خالص. دول 10,000 دولار هتديهم بنفسك لبكاشة انه يجيلي، وبقيت فلوس انا. اول ما ترجع على طول هتاخدهم كالعاده. طب نفسه ولا نعلي شويه؟ بطل طمع بقى وقفل عشان اول 5 هلوا.
مؤاخذة يعني أنا كان عندي سؤال. هو أنت مسافر أوكرانيا بتعمل إيه؟ بس نوصل بس. إن شاء الله هنوصل، بس أنت هتفول ليه؟ وبعدين يعني أدينا بنضيع وقت أهو بدل الهم اللي إحنا فيه ده. أصل يعني مؤاخذة يعني الراجل ده وبيلعب كورة ورايح يدور على النادي يحترف فيه، وأنا هخبط في الدنيا والدنيا هتخبط فيه، شاب بقى وخبط يقسمها. إنما يعني راجل كبارة زيك كده هيروح أوكرانيا يعمل إيه؟ ما تحضرنا يا عم طه. كان معانا واحد زيك كده في تاني سفرية ليا. هو فين دلوقتي؟ في أوكرانيا مش كده؟ لا في البحر. اوعدنا يا رب. ده مجنون يا عم الحاج. يا عم ما تركزش معاه، كمل بس. إيه اللي حصل؟ غرق معاه 38 واحد، يعني مش هو لوحده. وأنت رجعت؟ طب والسفرية التالتة؟ كنا طالعين من ليبيا في وسط البحر، مركب غرقت برضه. وأنت برضه رجعت؟ هو أنت بتشتغل إيه يا حبشي؟ حلاق ولا مؤاخذة، يعني وصلته غرق 55 واحد، وانا واتنين اتقبض علينا هناك في اوكرانيا ورجعونا. انا مش عارف ايه الحظ ده. ربنا يستر. قال انت فاكر سعيد عبد الفتاح؟ طبعا. ده اللي كان بيلعب في مياه البحيرة؟ كان معانا في اخر سفرية. طب وحصل له ايه؟ الله يرحمه، غرق. بقول لك ايه، انا اتشائمت منك، ما تقوم من قدامنا يا اخي. يعني ايه مش هنوصل؟ شفت يا عم هنوصل ان شاء الله، بس ده واد مش طبيعي. انت قلقان من ايه؟ وبعدين ما احنا بقالنا يوم اهو ما فيش حاجه حصلت. اهدى بس، كله هيبقى تمام. نفس الوش تاني بتعمله كل شويه. انا تعبان. عفاف، انت هندخل عفاف. ادهم، صلاح شكله تعبان تاني. ايه مالك يا صلاح؟ خايف من ايه بس يا عم رجاله؟ وبعدين انت عريس. خايف من اللي جاي. يا عم خايف من ايه؟ وبعدين هو في احلى من كده؟ هوا وبحر ووجه حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ايه رايك بقى ان انا اللي حذفك؟ وافرحي يا عروسه. افرحي يا عريس. صلي. كتر سرحانك في الميه ممكن يدوخك. ايه مالك بتفكر في ايه؟ يبقى كذاب ابن كذاب اللي يعرف بكره مخبي لنا ايه. شايف البحر يا ادهم؟ شايف غيره؟ ماله؟ يخوف يا راجل. يخوف ايه؟ خليه على الله. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. صدقني انا حاسس ان البحر ده واحد بيراقبني وراه سر كبير. يا ترى مخبي لنا ايه يا بحر؟ مخبي لنا ايه يعني؟ خليه على الله. لا ما تعمليش الوش ده عشان ما اسيبكش وانزل. واحنا واقفين ولا ماشيين يا ادهم؟ مش فارقه. يعني ايه؟ يعني مش هتفرق لو كنا واقفين ولا كنا بنتحرك. هترتاح يعني لو قلت لك ان احنا واقفين؟ مش فاهم يعني ايه يعني؟ وهنفضل واقفين في عرض البحر لحد امتى؟ اللي انا عملته في نفسي ده وده وقته. وانت يا عم انت لحد ما تظهر المركب. وامتى هتظهر المركب دي؟ اصبروا شويه، والحمد لله اللي احنا وصلنا بسلامه لحد هنا. ولو ما مش هتفرق كتير. ووجع على شويه هوا ونبقى كلنا في الميه سوا. لو سمحت. بقول لك ايه لو سمحت. عاوز ايه انت كمان؟ بالراحه عليا بس واسمعني لحد الاخر. خير. يعني انت باين عليك كده راجل بمبوتي وقاري اللي بيحصل ده. خلص. طب يا عم بالراحه. هو احنا هنفضل مستنيين المركب ده لحد امتى؟ ما كانش المفروض نستناها. يعني ايه؟ يعني المفروض ان احنا نيجي هنا تكون هي اللي مستنيانا. طب وهنا ده يعني تمام؟ قصدك ايه؟ يعني المكان اللي احنا واقفين فيه ده مكان صح؟ انت هتفهمني شغلي؟ لا يا عم العفو، مش هفهمك ولا حاجه يعني. بس انا اعرف ان الزودياك ده لما بيطلع بيبقى عليه 3 سواق وتباع وحد بيفهم، وانا لا مؤاخذه يعني مش شايف غيرك. انا ال3 دول عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا عاجبني، انا ما اتكلمتش والله، بس انا شايف ان انت معاك جهاز وممكن بالجهاز ده تكلم المركب وبالمره نخلص وتروح تظبط سوالفك وتبقى اخر تمام. وانت بالك يا روح امك.
وانت تعرف امي منين بشنبك ده اللي عامل زي جدول العجله؟ ما تتعدل يالا. صلوا على النبي يا جماعه، والنبي تصلوا على النبي. وقال اللي قدامنا هتقول له دول اشاره. يعني ايه؟ يعني لو ما جوش لحد بكره الصبح نضطر نتحرك. نتحرك على فين؟ نرجع تاني. وانت بتضحك عليه انت كمان؟ هو ده وقته؟ اصل ده يعني خلاص. خلاص يعني ايه؟ بدايه النهايه. يعني ايه يا حبش؟ يعني هيفضل يلف حوالين نفسه يوم ولا اتنين كده في البحر، وبعد كده هوا مع شوية مية كلنا نبقى تحت. اضرب يا عم الكبسولة. وهي فين الكبسولة دي؟ دي فيها 6 كبسولات، تضربها من هنا المركب تشوفنا. اوعى. قالوش رماك في البحر، قلت الغرق عالبر، والملح مرر في حلقي من لقمة كانت قمر. قالوش رماك في البحر، قلت الغرق عالبر، والملح مرر في حلقي من لقمة كانت قمر. ايه مالك يا عم ابو ساقية؟ تعبان وجعان وعطشان، يظهر هموت. يا عم ما تقولش كده بس، الف سلام عليك. شد حيلك شد حيلك. ايه ناشف، عايزه اشرب. الميه خلصت يا جبر. انت ايه مش سامعه؟ بيقول لك الميه خلصت يا جبر. قول لها تشرب من البحر. مش انا قلت لكم دي بداية النهاية؟ ادهم ايه ده يا ادهم؟ ما ينفعش كده يا ادهم، انا معايا شويه ميه بس محتار اديها لمين؟ لابو سايه ولا العفاف؟ الاثنين يا عم. ما ينفعش يا ادهم، ما هي مش هتكفي يا ادهم، وبعدين الراجل ده تعبان والكلى عنده تعبانه، يعني محتاج الميه. انا اقول لك تجيب الميه منين؟ بقول لك ايه، انا لو جرى لي حاجه هتموتوا كلكم هنا. هو في اكتر من كده موت؟ امال ده اسمه ايه؟ خد يا طه. هات. قلت لكم دي بداية النهاية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحق ابعت رجالتك يجوا الصحيين نلحق نبيعهم، والميتين نرميهم في الثلاجة. اوكي. ثانك يو. خش جوه. ثانك يو. يلا روح هاتوا لي الناس اللي بالمية.
مستحيل. يا الناس على البر تنهض يا يبلع البحر جيل. الموج بيكتب بالابيض على الصخور مستحيل. يا الناس على البر تنهض يا يبلع البحر جيل ورا جيل. يظهر ان الكلاب بدأت تشم ريحتك وسيرتك بقت على كل لسان. يعني ايه الكلام ده يا باشا؟ ده مش ناقص غير انهم يعلقوا صورك في الشوارع وعلى ابواب البيوت ويكتبوا عليها مطلوب القبض عليه ويعلنوا عن مكافأة كبيرة قوي للي يرشد عنك. عارف يا شوقي، انا كان ممكن اسلمك بنفسي وابقى عملت دق الجدعنة مع الحكومة، بس بيني وبينك مش هكسب من وراك قوي وهبقى خسرت كارت ممكن ينفعني. ممكن. يا باشا انت وعدتني تخرجني بره البلد. بره البلد؟ كم واحد يا ابو الشوق قال لك قبل كده خرجني بره البلد؟ كتير. واخدت منهم كام؟ برضه كتير. طيب يا اخي حط في عينك حصواي، عايزني اخرجك بره البلد كده بلوشي؟ انا تحت امرك يا باشا. الامر لله يا ابني، بس احنا هنستنى شويه لغايه ما اتاكد ان كل شيء تمام وان المهمه انتهت. مهمه ايه؟ الواد يموت. هو لسه هيموت؟ امال القلبه دي كلها عشان ايه؟ لغايه دلوقتي مفيش جثه. جثته تدخل البلد انت تخرج منها. ولو الجثه ما دخلتش يبقى الواد لسه حي ووصل، والباقي انت عارفه كويس. يا باشا انا تحت امرك وهعمل اي حاجه تأمرني بيها. ما انا عارف. طب انا ليا عندك طلب. عيني. هقول لك. На районе мне звонят, а звонят. Стены все в баллоне. Вася, что ты гонишь? У нас на районе. 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 ومن متاهة المتاهة ندهت لنا النداهة. قلوبنا في الضلمة غطست عشمانة تقطف مناها. ومن متاهة المتاهة ندهت لنا النداهة. قلوبنا في الضلمة غطست عشمانة تقطف مناها.
Все ребята говорят наперебой, что вчера другого видели с тобой, что другой тебя до дома провожал, рядом шел и крепко за руку держал. Но не верю я тому, что говорят, все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь в тебе я сомневаться не хочу. Но не верю я тому, что говорят, все ребята сочиняют про девчат. Я в ответ промолчу, ведь в тебе я сомневаться не хочу. Не хочу. Просто было поздним вечером темно, просто двое возвращались из кино. Людям всякое привидеться могло, в час вечерний ошибиться так легко. Да. Наташа, Наташа, я вылезаю. Мистер Морси. Да. دول عرفوا عنوان البيت. علي ولا تعرف تعمل كده؟ تعرف تعمل كده؟ ولا خلاص خليها قسم من لمسه واحده. ايوه كده. تاني ايه؟ قرب شويه عشان العربيات. Мы его нашли. Что делаем? Окей. Послушай.
Слушай, Вася, тебе не надоело постоянно менять свое жилье? Ведь прежде чем ты найдешь какое-нибудь, мы уже все знаем. Сделай со мной что хочешь. Только не трогай Али. Али нам нужен был только для того, чтобы научить тебя, что измена смерти подобна. Окей, я знаю. А теперь Али нам не нужен. Как не нужен и твой товар, который продал за нашей спиной, думаешь, что нас обманываешь. Я готов, говори, что хочешь. Мне нужен этот мальчик. Али. Его зовут Али? Али, это мой сын. А этот охранник, который с ним, где ты его нашел? Это видный египтянин. Брабел Черзмоль. Вау. Он без документов. Бросил мою бумагу. Братьет, я воит милиция. Айду дитси, Али. Нам нужен этот парень. Видимо, он достоин. И отдает все своему хозяину. Как динажер? Не знаю. Но ты возьмешь его на работу. Из-за документов? Считай, что с тех пор, как он в Украине, у него есть документы. هما مين اللي خطفوني دول يا ادهم؟ كانوا عايزين ايه؟ لما نبقى نشوف ابوك يبقى اساله. وبعدين يا ابني هو انت مش من اوكرانيا وعارف الشوارع؟ احنا رايحين ولا راجعين ولا احنا بنعمل ايه؟ انطق. ولا انا ولا اقول لك امشي كده. ولا انا وامشي كده؟ اتفضل يا عم وريني. والله شكلك هتتوهنا. كده؟ اه ادخل من الشارع اللي جاي. شارع ايه؟ انت شايف ده شارع؟ تعال لما نشوف اخرتها ايه معاك. ايه يا ابني ده؟ ده مطعم. ما انا جعان يا معلم. جعان يا معلم؟ ودي هنعملها ازاي دي؟ طب اقول لك على حاجه، احنا نخش وانت اطلع عشان انا ما بفهمش اللغه دي وانا عليا الدفع، ماشي؟ ماشي. اتفضل. اتفضل. ايه واد الحريم دي؟ تعرفهم؟ اوه. تعرفهم منين؟ يا ابني الدنيا هتلاقي علينا، عايزين نروح. تعالى بس. ولا انت بتشتغلني يالا؟ استنى عليا. اديني مستني اهو. ايه ده؟ انت جايبني ملاهي؟ انا عاوز العب. عاوز تلعب؟ مش لما نطمن ابوك الاول؟ طب ما نكلمه. معاك نمرته؟ لا انا معايا الموبايل. معاك موبايل وسايبني الففك ده كله؟ يا جدع انت ايه؟ انت ايه ما عندكش دم؟ ما عندكش دم؟ اتفضل. وريني بقى الحريم اللي هنا، تعرف حد فيهم؟ واتفضل. تعرف البنت دي؟ اعرف. اي كلام اي كلام. اسمها جولي. ما كلهم هنا اسمهم جولي. وانا ادم خدت بعضي ورحت لفلورا المستشفى. شكلها كده كانت حاسه ان في حاجه حصلت. سالتني قالت لي في ايه يا مرسي؟ يا عم وانا مسافر، ما انا قاعد جنبك اهو، الواد نايم. قالت لي في ايه يا مرسي؟ اهدى. قالت لي في ايه يا مرسي؟ الواد نايم. على رايك. قالت لي في ايه يا مرسي؟ قلت لها مفيش حاجه، وحشتيني، قلت اجي اشوفك. بيني وبينك اول ما سالتني على علي انا جدتي اتلبشت. بقول لك ايه، ممكن ناجل بقى الحوار ده لبكره الصبح؟ ماشي. قاتل. انت بتعمل ايه؟ هطلعه فوق، رجليك شكلها نملت. يا عم سيبها منمله، ده انا كل لما افتكر اللي حصل لي انا والواد ده النهارده بتنقح عليا. ادم انا مش عارف اشكرك ازاي. يا راجل ما تقولش كده، الواد ده زي امل ويوسف. اقول لك على حاجه، الواد ده ريحته بتفكرني بامل ويوسف، والنبي تخلي بالك. ما تقلقش. انا مش عارف اقول لك ايه. يا راجل ما تقولش حاجه احنا اخوات. طب اسمع يا ادم. انا لازم اشوف لك شغل وبسرعه. يا ريت، ده انت تبقى خدمتني خدمه عمري. اكيد هيحصل. بس عايز اقول لك على حاجه يا ادم. قبل ما ندور على موضوع الشغل لازم نظبط الورق، وده ما تحملش هم، انا هتصرف. يعني هيبقى ورق وبعدها شغل على طول؟ اكيد. بس عايز اقول لك على حاجه يا ادم. الشغل هنا عامل زي طلوع الجبل. يا الدرجه دي صعبه كده؟ لا سهل، بس ده لو انت عايز تشتغل اي شغلانه والسلام. انما اللي زيك انت وفي امكانياتك لازم يشتغل في المكان المناسب. عشان كده عايز تطلعني الجبل. ادم 30 واحد بيفكروا ان هم يطلعوا لقمه الجبل. حوالي 15 هم اللي بيوصلوا لنص الجبل. 5 اللي بيوصلوا بعد النص بشويه. 2 أو 3 هم اللي بيوصلوا لقمه الجبل. ده انت فكرتني برحله البحر. بالظبط كده. شفت مثلا اهو انتوا كنتوا 50، اللي وصل منكم كام؟ 3 4 يمكن 2. اللي عايز اقوله لك يا ادهم ان قمه الجبل صعب الوصول اليها، لكن اللي زيك انت وفي امكانياتك يقدر يوصل لقمه الجبل. طب يا سيدي ايدي على كتفك لما نشوف. عمو ادم. انت فين يالا انت؟ ايوه افضل اضحك بقى كده عشان اعرف انت فين واجيبك. عمو ادم. عمو ادم. عمو ادم.
انت ايه ده يا علي؟ انت حلويت كده ليه؟ مفاجأة مش كده؟ ازيك ازيك يا نادين؟ الحمد لله. امال فين شريف؟ علي. فين علي؟ وراك. يلا. باسبور والإقامة. ايه ده بس ده جوليانو. 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 انا هلبس دي تاني بقى اهو. يا عم انت هنلعب اللعبه دي تاني. خش اهو اهو ما تيجي نلعب اللعبه دي تاني. وانا بعاهدكم يا اهلي ويا ناسي ان المره دي هتكون غير كل المرات اللي فاتت. انا صحيح المرات اللي فاتت عملت لكم بعون الله وفضله وكرمه، عملت لكم كتير، بس المره دي هعمل لكم اكتر واكتر. ايه اللي نورك عارف عليك؟ في ايه؟ ناجي في ايه؟ ناجي فين؟ ناجي رد عليا ناجي. لسه ما عرفتنيش؟ الصوت ده ما بيفكركش بحاجه؟ انت جايبني هنا عشان تسمعني صوتك. انت مين وعايز ايه؟ يهمك تعرف؟ ممكن يعني. عرفتني؟ ادهم انت لسه عايش؟ انت فاكرني مت ولا ايه؟ 100,000 يورو اللي كنت دافعهم عشان يقتلوني، وال100 التانية مقابل جثتي، وادي جثتي قدامك اهي. فين بقية المقاولة؟ ما حصل والله ما حصل. هموتك ليه؟ ده انت ابن اخويا، ده انت من لحمي. اخرس انا بس ادخل نفسي. فين حقي وحق ابويا؟ فين حقي وحق ابويا؟ انت مش عارف يمك ما قالتلكش ولا ايه؟ ابوك عمل لنا تنازل رسمي بكل حاجه. وفين التنازل ده؟ وعملوا امتى؟ زمان قوي. اقسم بالله لو التنازل المزور ده ما جاليش لا هتشوف ايام سودا. انت سامعني؟ هتشوف ايام سودا. والكلام ده مش ليك لوحدك، ليك انت واخوك. يا عم حسين مالك؟ خايف؟ هبقى كداب لو قلت لك مانيش خايف. ما تخافش. انا خايف على الاقل يكونوا شافوا عربيتي. يا عم ما تخافش، طول ما انت صاحب حق ما تخافش. لا، في بلدنا الكلام ده ما ينفعش. اصحاب الحق اللي زيك عايشين على كف عفريت. انت عارف امامك انا مش قدهم. ايه يا عم حسين انت رايح فين؟ ما تخليك على طول. انا رايح البيت عندكم. بيت ايه اللي احنا هنروح؟ وخليك على طول. على طول فين بس؟ يا ادهم انا ماليش في شغل ولادي الليل دوت. بقول لك يا عم حسين لو خايف نزلني انا هنا. لا 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 لا، خليك معايا، هفضل معاك اضمن. طب خليك على طول. حاضر. اقعد هناك. اقعد يا اخويا. خد اشرب فوق الميه. اشرب وخد نفسك. ايه بتدور على ايه؟ يا اسماعيل انتوا سبتوه واقفين تتفرجوا عليا. امورنا ناجي بيه. سبتوه واقفين تتفرجوا عليا. هو مين ده اللي سابوه يا ناجي؟ ادهم ابن حسن. انت جرى لك حاجه يا ناجي ولا ايه؟ صدقني يا باكر، صدقني انا شفته وش بوش وعين بعين. ده حط صوابعه معلمه في رقبتي وحاسس بيه. بص. طب اهدى يا ناجي. ايه؟ اقسم بالله العظيم يا باكر. تقسم على ايه يا ناجي؟ ما انت عارف وانا عارف انه دلوقتي زمانه في اعداد الاموات، وحتى لو حي ايه اللي هيجيبه هنا دلوقتي؟ كان بيسألنا على التنازل اللي احنا زورناه يا باكر، فاكره؟
لا انت الظاهر عليك موجع زياده عن اللزوم وتهيألك حاجات. بيتهيألي ايه انت راخر؟ بيتهيألي ايه؟ هو انا مش كنت واقف على المنصة حتى بالأمارة الكهرباء قطعت ولا ما قطعتش؟ قطع. طيب قول لنفسك يا اخويا. ولا اسماعيل امورنا ناجي بيه. قول لبهجت بيه انت شفت ايه وشفت مين؟ اكون كداب يا بيه لو اقول يعني ان انا عرفته، لكن كل اللي شفته ان ركب عربيه حسيب بيه. سمعت بهجت؟ صدقت؟ حسيب هيعمل كده ليه؟ نادين روق علي شوي خليني افهم. يعني اذا ادهم فعلا عمل هالشي بيكون انسان مش سهل ابدا. شو قصدك؟ يعني لو فعلا عرف كيف يطلع من اوكرانيا بعد ما عملتي له حضرتك جواز سفر باسم مختلف بيكون محتال وحربوب. طيب لو فعلا هرب برأيك لوين راح؟ ما عندي فكرة. ما عندك فكرة؟ انت لو بدك تعرف كنت عرفت. نادين أمور ما كان لازم تستعجلي وتتدخلي وتخلينا نعمل وراء لشخص ما بتعرفي عنه شيء ابدا. شو قصدك؟ ولا شيء. كل اللي عم بحاول اقول لك اياه انه هيدا خوف وقلق عليكي. ما تخاف علي يا سيف. نادين ما بينخاف عليه. ايوه حاضر. جوزك فين يا فيفي؟ في ايه يا بهجت؟ وده مين ده كمان؟ تعالى هنا. هي البيوت مش لها حرمه برضو؟ جوزك فين يا فيفي؟ جوزي مش موجود، ما هواش هنا. يعني جه ركن العربيه تحت البيت وطار. والله ما اعرفش. اللي انا اعرفه ان جوزي بيمشي وراكوا زي دلوكوا في كل حته، يعني المفروض ان انا اللي اسالكوا عليه. يعني ما تعرفيش هو فين؟ لا ما اعرفش. ولا تعرفيش ان جوزك اشتغل مع حد غيرنا، اشتغل مع ادهم ابن حسن. بص يا فيفي، حسيب في حسابات بيننا وبين بعض لازم نخلصها. قول لنا هو فين او اندهيله لو موجود. بقول لك مش موجود، مش هنا. اعرف بنفسي. يا مصيبتي يا اخي، بقول لك مش هنا. جوزك فين يا فيفي؟ ما تزعليش، حرام عليك عيب كده. تعالى هنا، انت رايح فين انت كمان؟ استني يا فيفي. اخرج انت دلوقتي، استناني في العربيه. في ايه؟ عايز ايه تاني يا بهجت؟ عاوز حسيب. عموما انا هعرف اوصل له. اسماعيل اسماعيل ادهم. معلش اسماعيل بيريح شويه. خير يا ادهم؟ انت جيت امتى وازاي؟ صعب قوي الشيطان يغلب واحد زيي. عارف ليه؟ عشان امي بتدعي لي ليل ونهار. ربنا يخليها لك. بس طب ايه اللي انا ممكن اعمله لك واساعدك فيه؟ انت عارف كويس انا عاوزك في ايه، واكيد اخوك ناجي قال لك، بس انا هنا عشان احذرك. من ايه؟ ترفعوا ايديكوا عن حسيب وفيفي وتبلغ اخوك يبعد تماما عن ابويا وامي واخواتي. طب والله العظيم يا ادهم احنا حاطينهم في عينينا من جوه. اسمها حاطينه في مستشفى المجانين. مستشفى المجانين دي لمصلحته يا ادهم. انتوا من امتى بيهمكم مصلحته؟ انا جاي هنا عشان تعرف ان انا ممكن ابقى فوق راسكوا في اي لحظه، وقسما بالله مستشفى المجانين دي ادخلها لكم واحد واحد بايدي. طب يا ادم قبل ما تفكر في اي حاجه روح وقابل ابوك وكلمه. هتعرف ان خلاص ابتدينا نتصالح وبنرد له حقه. حقه ده امر مفروغ منه. انا دلوقتي بتكلم عن حقي اللي هعرف اخده بنفسي. اسماعيل! يعني هو فين دلوقتي؟
معقولة جه وما نشوفوش؟ تسلم ايدك. ما هو ما يقدرش يجي هنا دلوقتي لان اكيد البيت متراقب. طب هنشوفه امتى وازاي؟ كل شيء بأوانه يا ست عواطف. يا سي حسيب طمنا عم المعروف، الله يطمن قلبك، ده ابن ضنايا، عايزين نطمن عليه. اطمن يا عم حسن، هو بخير وبعت لكم الفلوس دي. جاب الفلوس دي منين؟ احنا هنا عشنا شرفة، في الغربة هنبقى حرامية؟ لا لا لا، حد الله ما بينه وما بين السرقة. خلاص عرفنا اللي تعرفه. يا ابني جاب الفلوس دي منين؟ ده هو مسافر من هنا ما عيلتوش اللقطة. احنا مش عايزين منه حاجة، خد الفلوس دي معاك، احنا مش ناقصين بلاوي. بلاوي ايه بس اللي بتتكلمي عليها يا ست عواطف؟ البلوى اللي بجد ممكن تحصل لو ما شلتوش الفلوس دي دلوقتي حالا. دي فلوسكم. ابوس ايدك تسيبني يا باشا، ارحموني الله يكفركم، ارحموني. انا برضو اللي قلت لك تروح وتقطع عليها السكك يا كلب. لا يا باشا ما قلتليش، بس ابوس ايدك سيبني ومش هتشوف وشي تاني. لو خرجت من هنا فيك روح ولا حتى نفس. حرام عليكم يا عالم، حرام عليكم، انا ما عملتش حاجه تستاهل كل ده. الو. يا ادهم، انا عمك بهجت، انا عاوزك تجيلي القصر ضروري. الحقني يا ادهم. ابوس رجلك يا ادهم، ارحمني، حرمت مش هعمل كده تاني. واللي انت عملته كان حلال. فاكر ده؟ فاكر ده؟ ده ايه؟ جبته منين ده؟ ده المسدس اللي انت خدته من الشيخ ورده عشان تقتل بيه ابويا يا ابن الكلب. يا نهار اسود. مش هنقرا الفاتحة بقى يا عم حسن؟ فتحة ايه؟ فتحتي على بنتك. عايز تقرا الفاتحة وانت سكران كده؟ ويا تقرا فتحتي على بنتك يا تقرا الفاتحة على روحك. انت بتهددني يا جبان؟ انت بتضربني؟ امشي. بتضربني؟ طيب ماشي. ارحمني يا اللي عملتها. انت يا سم. انت في ايه؟ في ايه يا ادم؟ انت ايه اللي جابك؟ عمي بقى تكلمني في ايه؟ الكلب ده هو اللي قتل ابونا. قتلته ليه؟ في بوليس ياخد لنا حقنا. قتلته ليه؟ كان عمل فيك ايه يا ابن الكلب؟ ادهم! اهدى! بقول لك ايه؟ ما تضيعش نفسك، احنا من غيرك ولا حاجه. ابوس ايدك ورحمه ابوك يا اخي، هات المسدس. رحمه ابوك. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا
ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. اتفضلي يا طنط. مش قادرة يا بنتي احط حاجة فوقي خالص. يا طنط انا جبت لك القهوه عشان الصداع اللي عندك. الصداع عندي من يوم ما راح، بس بعد ما عرفنا اللي قتله وخد جزاءه ان شاء الله الصداع هيروح. الله يرحمه يا طنط. البقاء لله يا ادم. تعيش يا داليا. العزا خلص الحمد لله. الحمد لله. الحق ظهر. الحق عمره ما كان مخفي، الحق طول عمره باين وواضح. واضح من كلامك انك لسه شايل. وهفضل طول عمري كده لحد لما الحق يرجع لاصحابه. وناوي على ايه؟ اللي كنت جاي له خلص. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ هرجع تاني. وانا؟ انت ايه؟ انا مراتك يا ادم. ما انا عارف، عشان كده المره دي مش هتاخر، هرجع لك على طول. طب هاجي معاك. ما ينفعش، انا هبقى ارجع اختك. ولحد ما ترجع نفضل مخبين عليهم؟ والله انا كنت عايز اعلم، بس اديكي شايفه الظروف. الظروف خلصت بالنسبه لك، انما بالنسبه لي لسه. وهتسافر امتى؟ يعني يومين 3. المهم انا عايزك تاخدي بالك من نفسك. بترغي معاه في ايه ده كله؟ كنت بقول البقاء لله. البقاء لله كلمتين ياخدوا الوقت ده كله؟ جرايه يا ناجي، احنا مش هنخلص من النهار ده بقى ولا ايه؟ احنا ما صدقنا ان الميه هترجع لمجاريها. طب خلاص يلا اركبوا، يلا اركبوا. ايه يا عم محروس، هو احنا من امتى بنتقابل في كازينوهات؟ يا سيدي اعتبره تغيير جو. طب ما عدتش عليا في البيت ليه؟ ده انت حتى بعد العزا اختفيت. قعدت اكلمك على الموبايل لقيته مقفول، قلت يمكن رجع البلد. بلد ايه بقى يا ادم؟ ما خلاص. خلاص ايه؟ ما تعرفش ان انا بعت البيت ولا ايه؟ بعت البيت؟ امتى؟ قبل ما اجي لك اوكرانيا على طول. امال لما نزلت كنت قاعد فين؟ بقعد في لوكاندا هنا في سيدي بشر. وانت من امتى بتخبي عليا يا محروس؟ يا سيدي زي ما انت خبيت عليا كده موضوع سفرك بكره. خبيت ايه؟ ما انت عارف اهو. يعني انت هتسافر وهتسيبني هنا لوحدي اعمل ايه؟ ولا انت عبيط ولا بتستعبط؟ اعتبرهم الاثنين يا ادم، بس فهمني. يا ابني انا معايا باسبور اوكراني، يعني اروح وارجع زي ما انا عايز. انت محتاج دعوه وانا هبعتها لك اول لما اوصل. هو انا ليه عنوان عشان تبعتها لي عليه يا ادم؟ يا سيدي هبعتها لك على البيت عندنا وبروح خدها من امي. والحكايه دي هتاخد لها قد ايه؟ شهر كده ولا حاجه؟ لا يا عم شهر ايه، ده اسبوع بالكتير. ممكن اقوم بقى، عايز اقعد مع عمي واخواتي قبل ما اسافر. لا الله. احنا خلاص يا ابني ظهرنا بقى مكشوف، لا في نفس راجل ولا حتى ظل. اخوك يوسف في كليته داخل، واختك اديك شفت اللي عملوا فيها شوقي، يعني خلاص بقت عرضه لكلاب السكك. وانا خلاص صحتي ما بقتش مستحمله، ملناش ظهر ولا سند غيرك. انا مش بعيد قوي يا. يعني ايه مش بعيد قوي؟ يعني البلد اللي انت رايحها دي جنبينا، يعني مش بعيد عننا؟ صدقيني طول ما انا هناك انا حاسس ان انا سامعك، ولو بعد الشر عليكي في اي وقت قلت هتلاقيني جنبك. ياما عندي شغل هناك لازم اخلصه، وبعدين انا قعدت هنا قبل كده عملت ايه؟ ادور على 2-3 كيلو فول مدشوش عشان اعمل بيهم شويه طعميه، خلي رجوعي ده لما يوسف يتخرج. انا مالي ومال يوسف، انا ليا فيك انت، هنمك بقى ومحتاجه لك. وانا كمان ياما محتاج لك، صدقيني هخلص اللي ورايا وهرجع لك. اصدقك لو قعدت. ما انا قعدت قبل كده ياما. عملت ايه؟ انا مش قعدت؟ عملت ايه؟ ما بنتكلمش غير في اكلنا وشربنا وحقنا اللي احنا مش عارفين نرجعه من سنين. اقعد اعمل ايه؟ وحقك ده هيرجع وانت بعيد؟ ايوه ياما هعرف ارجعه ان شاء الله، يكون حتى في 7 سما. انت فعلا مسافر يا ادهم؟ يا امل في ايه؟ قولي عايزه ايه يا امل، خلصينا. ولا حاجه يا امه. وضبي شنطه اخوكي. ادهم انت مسافر لوحدك؟ ان شاء الله، ولما استقر هبعت لواد محروس. قفلي لي الشنطه بقى قبل ما اشوف امك. اتفضل برجليك اليمين. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله الشقه الحلوه دي. ربنا يجعلها ادم السعد عليكم. اتفضل يا عم حسن.
مبروك عليكم الشقه. هي الشقق بقت تتأجر بعفشها؟ طبعا ياما الشقق مفروشه. لا، في فرق يا حضره الضابط بين الشقه اللي تتأجر مفروشه وبين الشقه اللي نشتريها بعفشها. ما شاء الله. ادهم هو اللي دفع كل ده. الحمد لله على السلامه. اكسر الباب. مفيش حد في البيت يا فندم. انت هتشرب الشاي من غير سكر يا ادهم؟ ما انا هحط سكر. ادهم، الفلوس اللي عندك دي كلها يا ابني جبتها منين؟ اوعى تكون يا ادهم يعني. لا لا يا ماما، ما تكمليش، ده جزء من حقنا. وحقنا ايه اللي وداه لغايه عندك في بلاد بره؟ ما هو النصيب بقى. هيجي اداهم لشوقي، وشوقي اداهم لمحروس، ومحروس جالي لحد اوكرانيا واداهم لمرسي، ومرسي اداهم لي. نصيب. سبحان الله، الحق ما بيضيعش. بس حق ايه ده؟ ايه يا ماما؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ لا يا ابني، ده انا لو خونت الدنيا كلها لا يمكن اخونك انت ابدا. خلاص يبقى حقنا يا مؤدب. تفتكر هيطلوه؟ انت ما سمعتش عن الفرقه اللي نازله تقبض عليه في البلد ولا ايه؟ سمعت. دول بيقولوا ان البلد كلها مقلوبه. اللي ما عرفناش نعمله طول عمرنا بايدينا نعمله بايد الامن. تصدق صح، بس المهم يجيبوه. يا صاحبي باشا. انت محروس؟ لا يا باشا، انا لسه هطلع محروس. امال محروس فين؟ محروس يا باشا، معناه البيت ده مسافر. سافر فين؟ بيقولوا سافر اوروبا يا باشا، ماليش دعوه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. حرما يابا. جمعا يا ابني. ربنا ما يحرمنا منك أبدا يا أدهم. ربنا يخليك يابا. أنت عامل إيه؟ الحمد لله. الأيام حطت على عمري تاني يا أدهم. تعبت يا ابني، تعبت. بس أنا مش عايز أبين لأمك وإخواتك. عشان كده بقول خليك جنبي، تاخد بحسي وحس اخواتك، وكفايه غربه بقى. متقلقش يابا، راجع ان شاء الله، راجع. حرما يا حسن. راجع ان شاء الله. انت صليت العصر يا ادهم؟ هي امل فين؟ يا امل، خدي بالك من بدله حضره الظابط يا امل. لسه مشوار طويل لما يبقى ظابط بجد. يا ستي قولي يا رب، ادي المشوار ابتدى اهو. يا رب. خلصت البدله يا امل؟ لا لسه. يوسف، البدله دي مسؤوليه. طبعا، ودي اهم حاجه بنتعلمها في الكليه. مش كفايه انك تلبسها؟ لا، واعمل بيها كمان. بس عارف يا ادهم، لو اشتغلت في المخدرات او المباحث هيبقى لبسي كله ملكي. بس انا نفسي اشتغل في المخدرات. اشمعنى يعني المخدرات؟ عشان ده شغل بجد، مش بدله ودبابير ونجوم وبس. انا اتاخرت قوي، هتكل على الله، هنزل بس اجيب حاجه كده نص ساعه واجي على طول. خلصي البدله بقى. حاضر. هرجع عليك. قول يا رب. يا رب. استنى يا لمده. ايه الكروته دي؟ مش سلم عليها قبل ما تمشي. حاضر من نفسك. حاضر. توكل على الله. السلام عليكم. مع السلامه. بس انت بقى يا ادهم مبسوط هناك؟ يعني بس انا سعادتي وانبساطي هنا وانا وسطكم، هناك بقى اكل عيش وخلاص. ويا ترى محروس بقى معاك؟ وانتوا بتشتغلوا مع بعض، قصدي يعني قاعدين مع بعض؟ هو له مكان تاني، ده مقطوع. بس تعرف يا ادهم، واضح انه بيحبك قوي. هي دي 10 سنه ولا 2؟ دي 10 عمر، مش بقولك مقطوع.
يا ترى هيقعد هناك كتير؟ استني بس اشوف مين كلمني. الو ادهم، لازم تمشي دلوقتي حالا. عمامك بلغوا امن الدوله وبيدوروا عليك وزمانهم جايين لك. بسرعه يا ادهم. ادهم في ايه يا حزام؟ بتدور على ايه؟ ادم طاحون. مش حد يا فندم. ادم ابنك فين؟ هو كان هنا ومشي. طب اتفضل معانا. يتفضل معاك وفين يا حضرة الظابط؟ هناخد اقواله ويرجع على طول. اقواله في ايه؟ انا عايز اعرف بس ابني عمل ايه؟ مفيش حد يا فندم. ابنك متهم بالشروع في عمل ارهابي في البلد. عمل ارهابي ايه؟ مين قال لحضرتك الكلام ده؟ انت مين؟ انا داليا ناجي طاحون. انت بنت ناجي طاحون؟ ايوه، وده يبقى عمي وادهم يبقى ابن عمي. مش غريبه يكون ابوك صاحب البلاد واللي اتعرض لعمليه الارهاب وانت موجوده هنا دلوقتي. من فضلك مالكيش دعوه بالموضوع ده خالص. وانت اتفضل معايا، هناخد كلمتين وترجع على طول. يلا هتقوم. هو ادهم جه يا طنط؟ جه يا بنتي وزي ما جه زي ما راح. رايحه فين يا داليا؟ احسبها بالعقل يا ناجي. مين الأقوى فينا؟ احنا ولا هو؟ المفروض احنا، بس بعد اللي عمله ده كله بقى يخوف قوي. ادهم دلوقتي يا ناجي تحت عيون الامن، وان اجلا او عاجلا هيبقى تحت ايديهم. وانت عارف الامن كويس قوي، وما تنساش ان محاولة خطفه ليك دي هتعلي اسهمك قوي في الانتخابات. خلينا نخلص من الانتخابات يا ناجي وبعدين نبقى نفضله ونشوف هنعمل معاه ايه تاني. ويانا انت يا ادم يا طاحون. مساء الخير. مساء النور. ممكن تبلغي يوسف ان مراد القرشي مستنيه؟ هو نزل يشتري شويه حاجات وطلع على طول. اتفضل. لا شكرا. طب انا هستناه تحت. ميرسي. عايزين ايه من يوسف؟ عايزين تاخدوه هو كمان؟ لا ياما، ده مراد زميل يوسف بيسأل عليه. معلش انا اسفه، اصل من شويه جه البوليس واخد ابويا، بيقولوا ان هم هياخدوا اقواله. طب ما تعرفيش هم خدوه على فين؟ لا ما اعرفش. طيب اطمني اهدي، انا هنزل اعرف ايه الحكايه وان شاء الله خير. ان شاء الله خير. تقلقوش. يا رب. كويس. جيت تعالى معايا. ايه بس تعالى معايا بس. استنى اخش. يا سيدي تعالى معايا مش مهم. تعالى معايا. هو انت ابوكي وعمك دول مش هيجيبوها على البر؟ انا مش في ابويا وعمي دلوقتي، انا في انكل حسيب. هو عمك حسيب ماله بكل اللي بيجرى ده؟ ممكن يكون عارف سكه ادهم فين. هو فين يا عمتي؟ راح فين؟ نزل من الساعه 5 المغرب ولسه ما رجعش. راح فين؟ بسيطه نكلمه على الموبايل. بقالي ساعه بكلمه على الموبايل، موبايله مقفول. يا عمته انا لازم اشوفه واعرف سكه ادهم فين عشان اعرفه ان الدنيا مقلوبه عليه. صوتكوا عالي كده ليه؟ ازيك يا دالي؟ فين ادهم يا انكل؟ في يا مراد جايبني على مالي وشي وانا مش فاهم حاجه. ابوك جرى له حاجه؟ لا يا يوسف. ابوك انت. ابويا ماله يا مراد؟ اهدى خير. تمام يا فندم. تمام يا فندم. ايه اللي رجعك يا مراد؟ بصراحه كده بابا اللي رجعني الشديد القوي. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله تمام يا فندم. ايه بقى يا سيدي الشديد القوي اللي رجعك؟ والد يوسف يا بابا. ماله والد يوسف؟ في يا مراد. اهدى. الظاهر كده يا بابا ان في ناس جم خدوه علشان ياخدوا اقواله. اقواله في ايه؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ اختك امل. أيوة. قالت لك ايه؟ استنى بس يا يوسف، خليني افهم واحده واحده وبالراحه وخليني افهم. اقعد يا يوسف. حاضر يا فندم. هيا عملتي ايه؟ سألت عليه في الاسم مش موجود، واتصلوا بالمديرية برضه ملوش أثر. انا بكلم يوسف ما بيردش عليا. اتصلي بيه تاني يا أمل. باذن الله هتروح هتلاقي باباك في البيت يا يوسف. يا فندم الف الف شكر يا فندم. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه والله، بس هم كانوا قابضين على ابويا ليه؟ مجرد سوء فهم. تمام يا فندم. بعد اذنكم. الف شكر يا مراد بجد والله. بعزك يا فندم. بعز حضرتك. استنى يا ابني حاجه اوصلك. مراد خليك انت مراد. الف شكر. طيب يبقى طمني. ايوه يا بابا.
فهمني ايه حكايه ادهم طاحون ده؟ يعني ايه مفيش حد سافر النهارده باسم ادهم حسن يونس طاحون؟ طيب شوف لي اسمه كده في قوائم الاصول. راجع الاسبوع اللي فات كله.